في الفيديو ده هقول لكم على خلطه سحريه هتقدروا تنضفوا بيها شنط الجلد بتاعتكم في البيت بكل سهوله. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكمل الفيديو مع بعض للاخر. في الفيديو ده هقول لكم على خلطه سحريه هتقدروا ترجعوا بيها الشنط بتاعتكم كانها لسه جديده من تاني. مكونات الخلطه دي هتكون كالتالي: هنجيب اي حاجه فاضيه هنحط فيها شويه كلوركس الوان عليهم سائل غسيل اطباق، وهنحط عليهم شويه ميه اكسجين تركيز 10%، وعليهم شويه كحول ايثيلي بتاع تعقيم الايدين. بعد كده هنحط عليهم اي هاند ووش احنا بنستخدمه، وشويه خل، واخر حاجه هنحطها شويه ميه سخنه عشان تسهل معانا ذوبان الخلطه دي. بعد كده هنجيب اي بخاخ عندنا فاضي وهنفضي فيه الخلطه دي. هنجيب بقى الشنطه وهنرش عليها مباشر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنجيب اي سبونشه بتاع الغسيل اطباق، واول ما هتدعكوا بقى الشنطه هتلاقوا فيها اي اتساخ بيطلع معاكم بكل سهوله. الجماعه بقى بتوع المكونات ديت اغلى من الشنطه ذات نفسها، عاوز اقول لكم ان المكونات دي كلها موجوده عندنا في كل بيت، زي ما انتوا شايفين اهوت. ادي فرق ما بين جزء نضفناه وجزء لسه. بعد بقى ما نتاكد ان احنا طلعنا كل الاتساخ اللي موجوده في الشنطه، بنجيب بقى اي حاجه فاضيه ونحط فيها شويه ميه سخنه بس، وبنجيب اي حاجه قطن بنبلها ونعصرها جامد، ونبدا بقى ان احنا نمسح الشنطه كلها. بعد ما نخلص بنجيب الاستشوار ونبدا بقى ان احنا ننشف الشنطه، وبعد كده بقى بنجيب من اي صيدليه زيت اسمه زيت برافين، وده احنا بنلمع بيه الشنطه في الاخر، وده بيكون شكل الشنطه اهوت بعد ما خلص. والفيديو كامل هتلاقوه موجود عندي على قناتي على اليوتيوب. وده شكل الشنطه بعد ما خلصت. ما تنسونيش بقى بدعوه حلوه وتعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يقدر يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.